بيعدي علينا ذكرى مهمة لكل اللي بيتابعوا السياسة. في يوم 13 يناير سنة 1924 فوز حزب الوفد بأول انتخابات للبرلمان في مصر. وطبعا جه سعد باشا زغلول كان تولى رئاسة الحكومة وقال كلمته: أهنئكم بالثقة العظيمة التي أحرزتموها. وكان أول برلمان مصري تأسس على مبادئ عصرية، وقد وضعت البلاد فيكم الثقة العظيمة. وطبعا سعد باشا قال خطاب طويل عريض، وهي تلك الخطاب التي ألقاها الزعيم الراحل سعد باشا زغلول رحمه الله نيابة عن الملك في افتتاح كان الملك فؤاد في افتتاح الدورة البرلمانية يوم 15 مارس سنة 1924. وطبعا زي ما قلنا في الأول إن حزب الوفد كان فاز في الانتخابات اللي أجرت يوم 12 يناير وأعلن نتيجتها يوم 13 يناير في أول انتخابات برلمانية في مصر. وطبعا سعد باشا زغلول كان أصلا لسه مفروج عنه، وكانت أول معركة انتخابية وكانت أول فوز لحزب الوفد. وكان منظم الانتخابات دي يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء ووزير الداخلية في وقتها. طبعا احنا لو هنتكلم عن هذا البرلمان، ده كان أول برلمان يتم إجراء انتخابات ليه. يعني احنا بنتكلم حوالي من 101 سنة. كان في برلمانات قبليها في عام مثلا 1839 اللي كان شكله محمد علي باشا مجلس المشورة، وكان أعضاء معينين ليست منتخبين، وكل هذا المجالس مكونة من كبار موظفين الحكومة والأعيان والعلماء. وعند جاء الخديوي إسماعيل إلى الحكم أنشأ مجلس اسمه مجلس شورى النواب، وتم افتتاحه في نوفمبر عام 6 1866، يعني حوالي من 160 سنة، برئاسة إسماعيل باشا راغب الذي عين رئيسا للمجلس في الدورة الأولى للانعقاد. جزء بسيط عن الحياة النيابية في مصر. إن الحياة النيابية في مصر تاريخها كبير وعظيم، ومصر دايما بتكون متصدرة ومتقدمة. ادعمنا بلايك.